الرمضاني يقصف مهاجمي دنيا باطمة. مرحبا بكم. دخل الإعلامي رضوان الرمضاني على خط التعليقات الجارحة والمسيئة التي تعرضت لها الفنانة دنيا باطمة من قبل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية تداول خبر رفض غرفة الجنايات الأولى بمحكمة النقد بالرباط الأسبوع المنصرم طلب النقد الذي كانت قد تقدمت به باطمة على خلفية ما يعرف إعلاميا بملف حمزة مومبيبي. واختار الرمضاني خاصية ستوري على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام من أجل التنديد بما تتعرض له الفنانة دنيا باطمة من حقد على مواقع التواصل الاجتماعي، ملمحا إلى محاولة البعض الانتقام منها، مدونا كمية الحقد والعدوانية في أغلب التعليقات على المنشورات والأخبار المتعلقة بالمغنية دنيا باطمة وصلت مستوى غير مسبوق من القرف والمرضية. وتابع قائلا: لا أستطيع استيعاب هذه الدرجة من الرغبة الهستيرية في تدمير الآخر. إذا أخطأت باطمة فالقضاء وحده المخول له معاقبتها، أما ما تتعرض له من هواة الذبح بسكين التعليقات على السوشيال ميديا فلا شيء يبرره إلا الرغبة في الانتقام. الانتقام من ماذا تحديدا؟ الله أعلم. وختم رضوان الرمضاني تدوينته قائلا: كفوا آذاكم عن الناس يا هاد الناس، حرام ما تفعلونه، اللي مخرج من الدنيا مخرج من عقيبها والدنيا دوارة. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. إلى اللقاء.